برونتو اف ام. برونتو اف ام، صوتك سابق بخطوة. يا مساء الحب والسلام والأمان عليكم مستمعي راديو برونتو. معاكم مايا أحمد زكي من برنامج ما وراء الحب. خلينا النهاردة قبل أي كلام نسأل نفسنا سؤال: هو إحنا ليه عايزين ندخل علاقات؟ أو إحنا ليه بالفعل دخلنا في علاقات؟ كل واحد يسأل نفسه السؤال ده ويستنى عقله وقلبه يردوا عليه. السؤال ده ليه إجابات كتير قوي هنشرحهم مع بعض، وفي الآخر هنعرف الإجابة النموذجية للسؤال. لو لقيت نفسك شايف إن الغاية من أي علاقة دخلتها أو عايز تدخلها إنك ما تبقاش وحيد، فأرجوك راجع نفسك. طبعا العلاقات ونس ودفى لا خلاف على ذلك، لكن مش ده الهدف الأساسي للعلاقة، لأنك تقدر بسهولة تملى فراغ حياتك بالشغل والخروج والصداقات والشعائر الدينية. ولو كنت عايز تدخل علاقة عشان تنسى حب قديم، فأنت بدون نقاش ماشي في طريق غلط، لأن الطريق الصح لنسيان أي تجربة قديمة هي إنك تتعافى منها، مش إنك تعمل ريباوند ولا إنك تظلم حد معاك وتعامله بمشاعر بهتانة. مفيش حد يستحق يتحب بنص قلب ولا ببواقي مشاعر. ما تظلمش نفسك واديها حقها في التعافي، وما تظلمش غيرك واديله الحق إنه يقابل حب حقيقي كامل ومشاعر صادقة متشالة عشانه هو وبس. ولو كنت عايز تدخل علاقة عشان تقلد الناس اللي انت شايفهم مبسوطين، فحب أقولك إن رؤية العلاقات من منظور تقليد الآخرين دي رؤية محدودة جدا، لأن انت وهم ومستحيل تعيش نفس تفاصيلك. ما تمشيش بنهج غيرك في العلاقات. لكل علاقة بين اتنين شكل وطعم ولون مختلف عن أي علاقة تانية. لو غيرك مبسوطين في علاقتهم بطريقة معينة، فالطريقة اللي هتبسطك وتبسط شريك حياتك وارد جدا تكون مختلفة عنه. ما تبنيش علاقات وانت محبوس في إطار العلاقات اللي شايفهم من زاوية ضيقة ومحدودة. سيب قلبك يعشق بطريقته الفريدة. يمكن الإجابات اللي قلناها دي تيجي في بالك، ويمكن يجي في بالك إجابات تانية، لكن الإجابة النموذجية هي اللي هتوصل لها لما تفهم نفسك وتفهم معنى العلاقات، وكمان لما تعرف سر وجودك على الأرض. العلاقات دورها في الحياة أكبر بكتير من إننا نحصرها في تعريف واحد. والقلوب مش فيران تجارب عشان كل شوية ندخل في علاقات نجرب فيها إننا نحب، نكتشف في الآخر إنه مطلعش حب. والمشاعر مش مجرد كلام ولا نظرات ولا هدايا. ربنا خلق لنا المشاعر عشان نستغلها أحسن وأعظم استغلال. من وجهة نظري في الوقت الحالي إن الإجابة النموذجية هي إننا بندخل علاقات عشان ندوق حلاوة الحب الحقيقي، الحب الطاهر النقي اللي ربنا خلقه وأنعم علينا بيه. ولما تدوق الحب الحقيقي هيكون عندك قوة غير عادية لممارسة حياتك وتحقيق رسالتك. هتعيش وانت حاسس إن طاقة هائلة من الحب الطاهر الصادق بتحوطك من كل جانب. الإجابة النموذجية هي إننا بندخل علاقات عشان ندي زي ما بناخد. زي ما احنا عايزين ندوق حلاوة الحب الحقيقي، يبقى لازم ندوقه لشريك حياتنا. يعني من الآخر ننفذ اللي الست أم كلثوم كانت بتقوله في أغنية أنت عمري: دوق معايا الحب. وقتها حقيقي هتتولد طاقة مش طبيعية، طاقة فوق الوصف، مليانة حب وود متبادل، طاقة تقويكم على الأيام. الإجابة النموذجية هي إننا مستعدين نمسك إيد بعض ونتطور في الدنيا ونتزكى باستمرار، وإننا مهما حصل مش هيكون بينا غير كل حاجة حلوة. مهما قابلنا هنحل سوا ونفرح سوا ونزعل سوا، وإن كل شيء يهون مدام إحنا سوا. الإجابة النموذجية هي إننا نستشعر عظمة ربنا في خلق روح نحبها ونألفها بشكل غير عادي، ونفتكر إن أصل روحنا إحنا الاتنين واحد، لأن ربنا نفخ فينا من روحه. إننا ندخل العلاقات وشايفين فيها تجليات ربنا، وإن إحنا نوصل لربنا من خلال العلاقة الطاهرة النقية، إن تكون علاقتنا هي الآية اللي ربنا أراد إنها تتجلى في حياتنا. فربنا سبحانه وتعالى بيقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. صدق الله العظيم.
دي إجابتي النموذجية للعلاقات اللي توصلت لها. يمكن تتغير بالخبرات المتزايدة والتجارب والتزكية. المهم بقى، انت ايه إجابتك النموذجية؟ هستنى إجاباتكم كلكم. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. هتوحشوني جدا لحد ما أقابلكم تاني. دمتم في سلام وأمان وحب عظيم ونوايا خيرة. كنتوا بتسمعوني مايا أحمد زكي من برنامج ما وراء الحب على راديو برونتو.